ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد لينا على القناه، ويلا ونبدا نقول يا بركه بسم الله زي ما تعودنا. قبل ما نبدا الفيديو انزلي اشتركي لو لسه مشتركتيش، وفعلي زرار الجرس ودوسي لايك عشان يوصلك كل جديد باذن الله. دلوقتي انا بمكون السحري بتاعي، مسكت السجاد بتاعي غسلته على الناشف. كان عندي فيه بقع كده مش عجباني، فجبت المكون السحري بتاعي وعملته بيه. ايه هو المكون السحري بتاعي؟ اول حاجة عملتها، معايا لتر مية. ده يعني تعرفي منين اللتر؟ ان انت تعبي ازازة مية، تكون عندك لتر وتعبيها وتفضيها في الطبق ده. انا معبيت اللتر بتاعي هنا في الطبق دوت اهو زي ما انتوا شايفين. بعد كده جبت كوباية اهو، بوريكم لتر المية. وبعد كده جبت كوباية من الاريال، حطيت نصها اريال، ومعايا كلوركس الالوان زي ما انتم متعودين معايا، انا بعبيه هنا في الجيركن ده. ومعايا خل فانيش رهيب بقى في غسيل السجاد لما يكون في بقع عندك، وتستخدمي تحطي منه على البقعة وتسيبيه دقيقتين تلاتة كده، بيفور البقعة وبيخليك السجاد بيلمع، الابيض بتاعه بيلمع وبيبقى تحفة. اهو انا اول حاجة فضيتها معاكم اللي هو الاريال بتاعنا العادي. بعد كده نزلت بكلوركس الالوان زي ما انتوا شايفين، كوباية من كلوركس الالوان على الاريال اللي احنا حطيناه على لتر المية. بعد كده كوباية خل اهو، بملك كوباية زي ما انتوا شايفين. بعد كده افضيها على المكونات اللي حطيتها ولتر المية. بعد كده الفانيش بتاعي، بحط حبة هنا وحبة على البقعة بتاعتي اللي هي ايه على السجاد، وقلبت كله في بعض اهو. تخلطي المكونات كلها مع بعض زي ما انت شايفة. يلا يا حبايبي، لو ما حطيتوش اللايك حطوا اللايك واشتركوا معايا في القناة وفعلوا زرار الجرس لو وصلت معايا لحد هنا. بعد كده اهو الفانيش انا فتحته وحطيت منه حبة في الطبق وحبة ايه اهو على البقعة زي ما انتوا شايفين. تحطيه على البقعة دي، كانت بقعة عندي كانت مضايقاني اوي في السجادة، حطيته عليها اهو زي ما انتوا شايفين. تبدأي بعد ما سبتيه دقيقتين ان انت ايه، تبدأي تدعكي بالفرشة بتاعتك كده على البقعة نفسها الاول. تركزي على البقعة قبل ما تغسلي بقية السجادة كلها، تركزي على البقعة اللي فيها مادام بتغسليها على الناشف زي كده. تركزي على البقعة اللي فيها، تقعدي تدعكي بيه فيها لحد ما تطلع. بعد كده ترجعي تعيدي على السجادة كلها اهو. ما شاء الله، بصوا بمنتهى السهولة الخلطة بتاعتي والمكون السحري الفانيش طلع البقعة في ثواني زي ما انتوا شايفين بدون تعب. ودي بقى يا حبايبي ما فيهاش بقع ولا حاجة، بس انا زي ما بقولكوا كده تعيدوا عليها ايه كلها اهو. بحط برضو شوية فانيش تاني في الطبق اللي انا حاطه فيه المكونات بتاعته والمية، وهبدأ اللي انا ايه امسك الحتة دي واعيد عليها عشان فيها ابيض، فبرضو ايه بيغمق معايا اهو. بمسكها كويس، اقعد ادعك فيها كويس زي ما انتوا شايفين. طبعا الفانيش في الغسيل السجاد مريح جدا الصراحة، بيريحك جامد اهو. زي ما انتوا شايفين الشكل فرق 180 درجة، ما شاء الله. الابيض رجع زاهي تاني وحلو، والالوان بتاعته برضو جميل وامن على الالوان. كل المكونات اللي انا حطيتها دي امنة على الوان السجاد. بعد كده انا جيت هنا لقيت في حتة صلصال برضو لازقة في السجاد، فانا هشوف دلوقتي هل ان هو فانيش والخلطة دي هتطلع البقعة دي ولا لا. فانا هحط شوية من الخلطة دي، هبل بيها الصلصال اهو زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هروح جاي حاطه شوية فانيش واسيبهم برضو دقيقتين. تسيبيها دقيقتين كده لحد ما ايه تدوب البقعة خالص، وترجعي ايه تدعكيها. مش هتاخد معاكي وقت، يعني في ثواني هتدوبك هتفركيها كده في ثانية. ما شاء الله في ثانية زي ما انتوا شايفين اهو. ما شاء الله. تقعدي بقى تدعكي فيها كذا مرة تقوم تفرق معاكي ما شاء الله يعني. زي ما انتوا شايفين السجادة رجعت جديدة تاني اهو. دي اللي كان فيها الحتة الغامقة التانية اهو، زي ما انتوا شايفين اللي كان فيها البقعة التانية، بوريها لكم شوفوا رجعت جديدة ازاي.
وتمسكي السجادة كلها تعيدي عليها، كل حتة برضو فيها تعيدي عليها، وتشغلي لها المروحة شوية، وترجع تاني ايه كأنك جايباها لسه مغسولة من المغسلة او انت غسلاها. اهو انا بعيد على كل حتة فيها اهو. وبكده انا خلصتها معاكو، وده ايه اللي بقي. طبعا بقي اي حاجة اوعي ترميها، لو عندك برضو ايه حتة مشاية او بقعة في اي سجادة تانية، خدي المكونات دي وروحي اعمليها بيها. هتلاقي برضو السجادة رجعت نضيفة ومفيهاش بقع. انا الحبة اللي بقيوا معايا هنا كنت عايزة اغسل الحمام، فبدأت اغسل الحوض الاول، فما شاء الله ده لمعة وريحة حلوة ودلوقتي انا بغسل في الخلاط. طبعا لازم تغسلي الخلاط بتاعك عشان يلمع معاكي ويبقى شكله جميل. اهو انا بغسل الحوض كويس، وطبعا السيراميك اللي حوالين الحوض ده لازم تمسكيه تغسليه. برضو في حاجة مية وحشة جت عليه بتاع، برضو تمسكيه من حوالين الحوض كده وتغسلي. اهو انا بشطف الخلاط معاكم زي ما انتوا شايفين. انا بعد ما بشطف الخلاط بعمل خطوة تانية بس مصورتهالكوش معايا معاكم، وهي ان انا بروح منشفة الخلاط عشان اي مية فيه لما بتيجي تنشف بتسيب زي علامات كده على الخلاط، فانا لا بروح مسحاه بيفضل بيلمع وجميل معايا. اهو انا غسلت الحوض ما شاء الله عليه بقى بيلمع وريحته تحفة. قفلت الحوض، بعد كده هروح احط شوية من المكون دول في القاعدة معاكم وشوية على الارض اهو زي ما انتوا شايفين. وبرضو اغسل هنا السيراميك البيج الفاتح دوت عشان لو في بقع اي حاجة برضو اشيلها معاك. وغسلت الخلاط بتاعي اهو والعمود ده برضو، وبرضو بعمل الحركة دي برضو بروح بعد ما اشطفه اروح منشفاه عشان لا يصدي ولا ايه يسيب علامات كده على الخلاط ما تبقاش حلوة بتاعة المية دي. اهو انا شطفت الحوض معاكم زي ما انتوا شايفين اهو. بعد كده غسلت القاعدة ورحت ايه شد السيفون، بعد كده شطفتها من بره، وشطفت الطبق بتاعي كويس اللي انا كنت حاطه فيه المكونات. وبعد كده همسح الحمام. يلا شجعي وقومي امسكي سجادك برضو اغسليه معايا زي ما شفتيني كده، وتشجعي واغسلي سجادك وخليه ببرق، وخلي حمامك ريحته جميلة. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهاردة واستفدتوا منه، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد وفي رعاية الله. ولو وصلت معايا لحد هنا اشتركي في القناة وفعلي زرار الجرس ودوسي لايك، وفي رعاية الله. وما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده، ومع السلامة.